واخيرا وصلنا الى هذا المكان، يعني المكان يحكي رسائل ورسائل ورسائل. هذا المكان حبوا شوفوا هذوك يلعبوا لهذيك الريشه. شوف صباح الخير عليكم، اصبحنا واصبح الملك لله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. راح نروحوا لهوشي مين، وهذه التسميه على القائد تاعهم، وراح نكتشفوا تما تاريخ فيتنام اللي لازم كل واحد يعرف هذا التاريخ، لان فيه رسائل ورسائل ورسائل. راح ندو الطائره الى هوشيمين، وهكذا نكونوا قد كملنا فيتنام من الشمال الى الجنوب. باي Can I try some? Yes. Yes? Yes, Thank you. محبوبين. It's for free? Yes, ma. Thank you, thank you. والمرأة هنا في الفيتنام هي المرأة المكافحة المثابرة، فتلقى في جميع يعني المتاجر، جميع الأشياء هنا تاع التجارة، كل شيء تلقى المرأة هي الأولى، وهي اللي اليد العاملة النسوية هنا في الفيتنامية بكثرة. ها هو مثال حي. How much you work? No money mà xử lý thứ ba. Oh, no money. Cái này hả? 45 kilo. This 45 Yes, kilo? one more to get. قالت لي نحمل هذه 44 كيلو على ظهري هنايا. How long do you work? 1 hour, 2 hour? Đây hả? You work 70 daily. 7 days? Daily 7 days. đây là tip madam. 53. 53. Còn bên đây là từ 7 giờ đi tới 7 giờ. You sleep 7 Yeah. hours. Okay, okay. ما شاء الله. Thank you. Đi happy ha. لماذا نسافر؟ نسافر لنترك مسلماتنا ومعتقداتنا خلفنا في الماضي، ونرى العالم من منظور جديد. شرينا عليها هذه البنات. هاي هديت لنا هذاك. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Thank you. ولا هذا دروك رانا نبحثوا عن مطعم باش نتغدوا، وبصح باين نتغدوا حاجه تراديشنال، يعني حاجه تقليديه تاع الفيتناميين ياكلوها بزاف ومشهوره. هاك بالروش. او يكذب او يكذب. السعر هذا. إذا راح ناكلوا في هذا المطعم أكلة اسمها بام مي، وهي خبز هكا كي ساندويش، لكن أكلة مشهورة هنا في هويان، أكلة رخيصة. أنا سميتها سلكة الحاصلة تاع الفيتنام تاع هويان، يعني دير 20,000 دانك في عوض أنك تشري ساندويش ب 70,000 دانك، ولا تشري ب 20,000 فقط وتشبعك، يعني تاكل زوج ولا ثلاثة تشبع. اللي لاحظتها بزاف هنا في الفيتنام انه شعب منتج، يعني تلقى بيت تاعه حله مطعم، بيت تاعه حله هوستل، بيت تاعه حله ورشه خياطه، يعني كل بيت تلقى فيه مهنه وحرفه، والناس تخدم من البيت تاعها يعني. مدينة هوشيمين هي أكبر مدينة في فيتنام، وكانت فيما سبق تسمى بسايغون، وهي مزيج بين الجديد العصري والقديم الحضاري، حيث ترى ناطحات السحاب في جهة، وترى الأحياء القديمة والأسواق في جهة أخرى. واخيرا وصلنا الى هذا المكان، يعني المكان يحكي رسائل ورسائل ورسائل. هذا المكان يعني الفيتناميين عطاو الشعب الفيتنامي والمحاربين الفيتناميين عطاو درس، ماشي للامريكان ولا للاحتلال كاع اللي احتلوهم واللي فات عليهم شحال من احتلال، الياباني، الصيني، الفرنسي، الامريكي، انما عطاو درس للعالميه كاع كيفاش تحارب وتدافع على بلادك. راح نكتشفوا بزاف اشياء في هذه المنطقه، واللي اسمها مرحبا بكم، اسمها مرحبا بكم شي جاي جوي، واللي اسمها انفاق كوشي.
بكم في أنفاق كوتشي. بهذه الطريقة الفيتناميين دوخوا بمعنى دوخوا الأمريكان من أذكى الطرق في الحرب. فالأمريكان كانوا بمجرد أنه يمشوا وراء الفيتناميين في لحظة الفيتناميين يختفوا. كانوا يختفوا بهذه الطريقة، يعني أنفاق جد ضيقة. مكيدة أخرى وطريقة أخرى وهي مصيدة البامبو. فاستغلوا الفيتناميين جهل الأمريكان بالمنطقة. فشو واش داروا؟ تابعوا معي. الأمريكان كي كانوا يتمشوا يوقعوا في المصيدة. تلقت هذه الأرض آلاف من النابالم والأطنان من القنابل، لكن ظلت صامدة في وجه أي احتلال كان يجيها، وأعطت رسالة للعالم بأنه رسالة في الوطنية، رسالة في الدفاع عن الوطن. يعني كما تشوفوا يعني البيوت تاعهم كاع كانت، شوفوا يعني تحت الارض. شوفوا العلو تاعها يعني مع الارض نيشان. علاش؟ لانه الامريكان كي كان تجيب الهليكوبتر يعني اي حاجه تشوفها كبيره طالعه تبومبارديها. فلهذا كانوا يديروا يعني المباني تاعهم تحت الارض باش الامريكان ما تلاحظش انه هذا بيت، فما يشوفوش هذو البيوت. راح نوريكم هذا البيت فيه بعض الاشياء هنايا. هادو خليهم تماثيل. هذه المرأة، وشوفوا العلو تاع البيت يعني يجي مع الأرض نيشان. Tourist, where? That's way number one there. I want you try. يعني وهذه الأنفاق كانت تربط يعني بين أكثر من 6 قرى. داخل الأنفاق كاين المدارس، كاين المستشفيات، كاين يعني جميع الاحتياجات اللي كان يحتاجها الفيتنامي باش يقاوم. كان أندرغراوند يعني تحت الأرض. يعني شيئا فشيئا يبدا يتياق الطالون، هذاك النفق هذا مصمم فقط للسياح يعني. فما بالك الفيتناميين كان اضيق من هذا. واو Are you the last one? Huh? You go last one? Can I go more? You want to go more? Yeah. Only want you? Only me. حرية. والله القدر نعمة الحرية داخل. لكن الحاجة السلبية أنه في هذه الأنفاق فعلا كانت هي المساعد الأكبر باش ربحوا الحرب، لكنها جابت العديد من الأمراض لأنه كانوا يسكنوا تحت الأنفاق ومنها الملاريا. رانا في مصنع تاع الهانديكاب يعني المعاقين جراء الحرب اللي كانت في الفيتنام، وهادو أولادهم يعني أولادهم، فهادو ضحايا الحرب. فداروا لهم هنا يصنعوا واحد الأشياء يعني والله ما شاء الله. هذه ماشي كانت تستعمل للمش، وإنما كانت تستعمل باش يضلوا الاحتلال الأمريكي. ما كانوش يلبسوها، وإنما شوفوا باش ما يتعقبوش الخطوات تاعهم. فكانوا يديروها هكا، يديروها هنا ويتمشوا باش الأمريكان ما يعرفوش الخطوات تاعهم. كاين 2 أنواع، كاين هذه كاين هذه. واخيرا كملنا اكتشاف تاع هذا شرفات غوفي فنادق كوتشي. واظن انها التجربه الاخيره هنا في فيتنام. خلاص ضربنا فيتنام من الشمال الى الجنوب. وبعد اكتشافنا لهذه الانفاق وفي طريق عودتنا انتابني سؤال وفضول،
فالفيتنام تعتبر أرض المطامع وشراسة المقاومة بدون منازع، مثلها مثل الجزائر، فكانت محل أطماع العديد من المستعمرين. كيف لفيتنام ورغم كل ما مر عليها من حروب أهلية بين الشمال والجنوب واستعمار فرنسي وياباني وصيني وأمريكي أن تنهض من جديد وتصبح من أهم اقتصادات آسيا؟ سؤال لابد أن نطرحه نحن على أنفسنا. ولماذا بقينا من دول العالم الثالث ولم نتطور ولم نتقدم ولم نزدهر؟ سؤال يجب أن نتمعن فيه ونأخذ العبرة من زملائنا الفيتناميين. حنبوك شوفوا حنبوك شوفوا هذوك يلعبوا لهذيك الريشه. شوف فلوق اليوم كمل. ما تنساش اشتراك الطقوس تاع اليوتيوب وتشوف الفيديوهات السابقة والحلقات السابقة. رانا في الهوتل، غدا مغامرة أخرى راح نحط صوالحنا ونريحو. غدا إن شاء الله نعاود نولو. فالسلام، شكرا على المشاهدة. في الأخير شكرا على وقتك اللي عطيته لي في مشاهدة هذا الفيديو. ما تنساش تدعمني على وسائل التواصل الاجتماعي، صفحة الفيسبوك والإنستغرام. سلام.